المعروضة على محدود الدخل 850,000. هل أنا عندي قاعدة شعبية تستحمل هذا المبلغ لناس عايشين في العشوائيات أو عايشين في أماكن زي ما بقول أخي الكريم في بعض القرى اللي كانت قرى يعني زي بشتيل دي ب 3000 جنيه وفي بعض الأماكن في ب4 و5 و6 وهكذا. فأنا شايف إن هذه المبالغ النهارده اللي أصبحت بتمثل قيم قد يعجز عنها الناس وقد تكون مؤثرة جدا في تطبيق القانون، هتجعلني النهارده في حالة صراع جديد يهدد الأمن ويهدد السلام الاجتماعي اللي موجود. شكرا معالي. أنا بشكرك. شكرا. 10 سنوات الأخيرة دي قابلناها وواجهناها بسبب إن على مدار سنوات كان التسويف سيد الموقف في الإصلاح الاقتصادي في كافة أشكال الأنواع من أشكال الإصلاح. لكن أنت في التوقيت الحالي بتتكلم على ملف بالفعل هو حديث الساعة. لكن هل الملف ده هو ملف العلاقة ما بين المالك والمستأجر فقط، أم أنك تتحدث عن حق الملكية وحق المواطن في سكن ملائم ليه؟ هل احنا نتكلم على فريقين ولا نتكلم على حقوق؟ الحقيقة أنا من مدرسة إن احنا نتتبع حقوق ما نتتبعش فعل. لو تتبعنا حقوق هنعرف شوية احنا واقفين فين. لكن أيضا التاريخ وعلم الاجتماع وعلوم صناعة التشريع حاضرة بشدة في هذا القانون. يعني لما نيجي نتكلم على تاريخ النظم الدستورية في مصر، والحقيقة سيادة المستشار شفيق أعفاني من الحديث فترة الملكية، ونيجي وهنحاول نقرب الموضوع شوية ونشوف العقد الاجتماعي الحاكم للمشرع وقت صناعة التشريع في 77 وفي 81 اللي احنا بنتكلم فيهم في التوقيت الحالي. كانت البنية الدستورية بتقول ايه وبتسمح للمشرع يعمل ايه، والمبادئ العامة الحاكمة اللي كانت أسس صناعة التشريع شكلها عامل ازاي. لأن حدث تغير بتغير النظم السياسية في العالم كله، ومن ضمنها احنا كدولة وطنية مصرية. احنا كنا بنتكلم على دستور